شنو إلا كانوا أقوى الناس في العالم كله، رؤساء، مليارديرات، أمراء، مديرين شركات كبار، كيشاركوا في حاجة واحدة، ماشي الطموح، ماشي الفلوس، ماشي السلطة، ولكن علاقة مخفية مع رجل واحد، راجل عاش العقود قدام أعين الناس كاملين. في 30 يناير 2026 وزارة العدل الأمريكية خرجت أكثر من 3 مليون صفحة ديال الوثائق المرتبطة به، أسامي، إيميلات، سجلات الطيران، اتهامات وشبكة علاقات كبيرة، لدرجة أن الناس اللي متورطين فيها كيشملوا بعض من أشهر الأسماء في العالم. اليوم غادي نمشيو مع بعضنا في كل شخصية مهمة وقيادية، وكل واحد سميتو تذكرات في هذه الملفات. ما جيناش نخمنوا وما جيناش نختارعوا قصص، جينا غير نشوفوا شنو كيقولوا الوثائق فعلا، ونطرحوا الأسئلة اللي الناس والمسؤولين هربوا منها لسنين طويلة. بقى معايا حيت هذه القصة أكبر بزاف من مجرد راجل واحد. باش تفهم علاش هاد الملفات مهمة بزاف، خاصك أولا تعرف شكون كان جيفري أبستين وكيفاش قدر يبقى بعيد على الأضواء كل هاد المدة. أبستين ما تزادش في الغنى، كبر في بروكلين في نيويورك وبدا حياته المهنية كأستاذ ديال الرياضيات، ولكن في شي مرحلة تبدلات حياته بشكل مفاجئ، ولا مستشار مالي لأغنى الناس في العالم، وقبل ما حتى الناس يسمعوا بالاسم ديالو كان بنى شبكة علاقات كتدوز القارة كاملة، سياسيين، ملوك، علماء وأثرياء التكنولوجيا. كان عنده جزيرة خاصة في جزر فيرجن الأمريكية، ليتل سانت جيمس، ولكن السكان ديال الجزيرة القريبة عطاوها اسم آخر، كانوا كيسميوها جزيرة المتحرشين بالأطفال، حيث اللي كان كيوقع تما ورا الأبواب المسدودة كان شي حاجة ما خارج حتى الفلوس ولا سلطة يقدروا يخفيوها. بنات بعضهم عندهم غير 12 13 14 سنة كانوا كيتجابوا لهذه الجزيرة وكيتم الاستغلال ديالهم، والناس اللي زاروا المكان، الناس اللي عرفوا، الناس اللي سكتوا، بزاف منهم سمياتهم كاينة في هذه الملفات. قانون شفافية ملفات إبستين توقع من طرف الرئيس ترامب في 19 نوفمبر 2025 وفرض على وزارة العدل تطلق جميع الوثائق اللي عندها. في التسعينيات إبستين جمع ثروة كتقدر تقريبا ب$60 مليون، وبعد تقارير قالت أكثر من هكا شرا عقارات في كل بلاصة، قصر في نيويورك، في بالم بيتش في فلوريدا، ومزرعة في نيو مكسيكو، وطبعا الجزيرة ديالو جزيرة في الكاريبي فيها تقريبا 75 هكتار، كتبان بحال الجنة، ولكن تما بالضبط بدا الرعب الحقيقي. البنات كان كيستدرجهم بالكذوب، كيقول لهم غير ديروا مساج وغادي تربحوا 200 ولا $300. بعضهم مراهقات من عائله مفككه، بعضهم هاربات من الدار، وبعضهم كانوا يائسين بطريقه صعيبه حتى نتخيلوها، وملي كيوصلوا ما كيبقاش عندهم طريق للخروج. الجزيره محاطه بالماء من كل جهه. واحد البنت كان عندها 15 سنه حاولت تهرب بسباحه وتشدات وتاخذ ليها الباسبور ديالها. النظام اللي بناه إبستين ما كانش عشوائي، كان منظم، كل بنت كتجيب بنت اخرى بحال شي سلسله، بحال نظام هرمي. والبوليس اللي حقق في القضيه تصدم مدى التنظيم ديالها. القضيه كلها بدات بسبب بنت وحده، بنت شجاعه وخايفه في فلوريدا في مارس 2005. بنت عندها 14 سنه قالت لوالديها شنو وقع ليها. صاحبتها خداتها للدار ديال راجل غني وقالوا ليها غير ديري مساج وغادي تخلصي، ولكن ملي وصلت كان جيفري أبستين كيتسناها. واللي وقع من بعد ما كانش مساج. بوليس بالم بيتش بدا في التحقيق واللي لقاوه كان صادم. البنت الاولى عطاتهم 2 الاسامي، هادوك عطاو 2 اخرين، والسلسله بقات كتكبر. في شهور قليله فقط البوليس حدد 35 ضحيه وكانوا كيتبعوا العشرات الاخرين. في ماي 2006 كان عندهم ملف قوي، والاف بي اي في التحقيق سماوه عمليه السنه الكبيسه. تجمع تقرير فيه 53 صفحة وشهادات ضحايا من فلوريدا حتى نيويورك ونيو مكسيكو. إبستين تواجه بتهم التجار الجنسي الدولي، 36 ضحية قاصر، عشرات الشهود وتحقيق فيدرالي كامل. أي إنسان بحاله خاصو يدوز حياته كاملة في الحبس، ولكن هادشي ما وقعش. من وراء الكواليس كانت كدار صفقة. المدعي الفيدرالي في ميامي ألكسندر أوغوستا تفاوض مباشرة مع محامي إبستين، والاتفاق اللي خرج من هذه المفاوضات من أكثر الحوايج صدمة في القصة كاملة. إبستين غادي يعترف بالذنب
ولكن ماشي في الجرائم الكبيرة، غير في جوج تهم صغار: طلب الدعارة وجلب قاصر للدعارة. وفي المقابل هو والشركاء ديالو خداو حصانة كاملة، ما يمكنش يتقدم ضدهم حتى اتهام آخر. والأسوأ، الصفقة كانت سرية، لا الجمهور شافها ولا الإعلام، وحتى الضحايا ما عرفوش بها. القانون الأمريكي كيقول أن الضحايا خاصهم يعرفوا بأي اتفاق قضائي، ولكن حتى واحد ما قال لهم. في 30 يونيو إبستين وقف قدام المحكمة واعترف، والحكم 18 شهر فقط في الحبس. 18 شهر لعملية تجارة ضخمة وثقها الاف بي اي. وحتى هذا الحكم كان مهزلة، تحط في جناح خاص في السجن، وكان مسموح ليه يخرج يخدم في المكتب الفاخر ديالو 12 ساعة في النهار 6 أيام في الأسبوع، وكان خاصو غير ينعس في السجن بالليل. وقبل ما يسالي الحكم ديالو ب5 شهور خرج حر. ومن هنا القصة دارت منعطف خطير. الراجل اللي دار هاد الصفقة ألكسندر أوغوستا، ولا من بعد وزير العمل في حكومة دونالد ترامب. هادشي ماشي نظرية مؤامرة، هادي حقيقة. وسنوات دازو، إبستين رجع يعيش حياته هادي، كيطير بالطائرة الخاصة، كيدير حفلات في الجزيرة، كيبقى كيلتقي بناس نافذين. ولكن كانت صحفية وحدة رفضات تخلي القصة تسالي، سميتها جولي كي براون، صحفية تحقيقات في ميامي هيرالد. من بعد إطلاق سراح إبستين في 2009 بدات كتبحث في القضية لسنين، قلبات على الضحايا وقرات كل وثيقة لقاتها. وفي نوفمبر 2018 نشرت سلسلة تحقيقات كبيرة وسماتها انحراف العدالة. التقارير دارت ضجة كبيرة، والغضب الشعبي طلع، والناس طالبوا بإعادة التحقيق. وبسبب الضغط تفتح تحقيق جديد في نيويورك، حددات أكثر من 80 ضحية محتملة. وفي يوليوز 2019 تعتقل إبستين مرة أخرى، وواجه تهم خطيرة ممكن توصلوا ل 45 سنة للحبس. ولكن في 10 غشت 2019 تلاقى ميت في الزنزانة ديالو في نيويورك. الرواية الرسمية قالت أنه انتحار، وزارة العدل خرجت فيديو باش تثبت أن حتى واحد ما دخل عنده، ولكن الفيديو خلق أسئلة أكثر من الأجوبة. الكاميرات خاسرين، والحراس ما كانوش في بلايصهم، والظروف كانت مشبوهة بزاف. والناس كاملين من مختلف التوجهات السياسية اتفقوا على حاجة واحدة، شي حاجة ما كانتش منطقية. ومع موت إبستين الناس المرتبطين به نفسوا الصعداء، وهكا ظنوا. في انتخابات 2024 ترامب وعد أنه غادي يطلق جميع ملفات إبستين، وفي 2025 رجع رئيس، والناس كاملين كانوا كيتسناو. ولكن في يوليوز 2025 وزارة العدل قالت أن لائحة الزبناء ما كيناش، وما غادي حتى ملفات جديدة تخرج. حتى ترامب بدل كلامه وقال الملفات مملة وأنها خدعة سياسية. الضغط الشعبي كبر، وفي نوفمبر 2025 الكونغرس دارت قانون كيلزم بنشر الملفات خلال 30 يوم، والجمهوريين والديمقراطيين صوتوا مع بعضهم. هي حاجة نادرة. في 30 يناير 2026 خرجوا أكثر من 3 مليون صفحة، ومن هنا كتبدا القصة الحقيقية. قبل ما ندخلوا في الأسماء، كاين واحد الحاجة خاصك تفهمها مزيان على الطريقة اللي تطلقات بها هاد الملفات، حيت هاد النقطة مهمة بزاف. وزارة العدل قالت باللي الأجزاء اللي متغطية بالسواد redactions دارت باش تحمي الضحايا، يعني الأسامي ديالهم، المعلومات الشخصية ديالهم. وهذا الهدف منطقي ومهم، حيت حتى واحد ما باغي الضحايا يتفضحوا. ولكن هنا كاين مشكل، عملية الحجب ما دارتش مزيان، بالعكس دارت بطريقة خايبة بزاف. في بعض الوثائق كلمة نون يعني لا شيء هي اللي تحيدت فقط، غير هذيك الكلمة بوحدها. وفي وثائق أخرى الاسم كان متخبي في جهة واحدة من الصفحة، ولكن باين واضح في الجهة الأخرى في نفس السطر بالضبط. حتى واحد المقال ديال ويكيبيديا على دونالد ترامب من سنة 2022 كان داخل الملفات وتخبات منه أجزاء، رغم أن المعلومات أصلا متاحة للعموم. حتى كلمات بحال إيطاليا ودي سي تخبات، رغم أنها ما فيها حتى شي معلومة حساسة. وفي حالة أخرى تحطوا 3 نسخ مختلفة من نفس الوثيقة، كل نسخة فيها أجزاء مختلفة مخبية، ومن اللي تجمعهم كاملين تقدر تشوف كل شيء.
كل معلومة كان مفروض تبقى سرية ولات واضحة. نائب المدعي العام تود بلانش خرج في مؤتمر صحفي وقال للناس بأن عملية الحجب كانت دقيقة وما تخبى حتى شي حاجة بلا سبب، وأن العملية كانت صارمة ومحسوبة، ولكن الوثائق بنفسها كتقول قصة مختلفة تماما. بعض الناس قالوا ربما الحجب دار بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي، حيث ما كاين حتى تفسير منطقي علاش كلمات عشوائية تخبات، أو نفس الاسم يتخفى في بلاصة ويبان في بلاصة أخرى، وبزاف ديال الحوايج اللي ما عندها حتى أهمية تخبات بلا سبب. مهما كان السبب النتيجة واضحة، العملية كانت عشوائية غير منسجمة، وفي بزاف ديال الأماكن فيها فشل كامل. وهذا الفشل مهم بزاف، حيث ملي ما كتقدرش تثق في الطريقة اللي خرجت بها المعلومات كيولي صعيب تثق في أي حاجة أخرى داخلها. اسم دونالد ترامب هو واحد من أكثر الأسماء اللي تذكرات في ملفات إبستين. أكثر من 5000 إشارة للسمية ديالو تلقات في الأجزاء القابلة للبحث من الأرشيف، وحتى الآن مازال ما خرجوش جميع الملفات كاملة. ودابا خاصنا نوضحوا حاجة مهمة، مجرد ذكر الاسم في هذه الملفات ما كيعنيش تلقائيا أن الشخص دار شي حاجة خايبة. بعض الإشارات جاية من تبليغات عامة كمكالمات مجهولة داروها ناس عاديين للإف بي آي، وبعضها تصنف كغير موثوق، ولكن بعض البلاغات خلات الإف بي آي يفتح خيوط تحقيق، يعني شي حد قرر أن الموضوع يستاهل يتشاف. واحد من أهم الوثائق هو نموذج سميتو FD302، وهو النموذج الرسمي ديال الاف بي اي لتسجيل مقابلات الضحايا. في هذه الوثيقه بزاف ديال الاسماء مخبيه، ولكن الاجزاء اللي باينه كتقدم صوره مقلقه. الوثيقه كتقول ان غيزلين ماكسويل شركه إبستين واللي كانت كتجند الضحايا قدمت شخص لترامب. داروا حديث ومن بعد تعزم هذاك الشخص للقصر مارالاغو ديال ترامب في فلوريدا، فين داروا جولة بوجود إبستين وماكسويل. والوثيقة كتقول أن ماكسويل دار تعليقات كتوضح حسب نص الملف أن ذاك الشخص كان متاح. ترامب نفى أي تورط، ووزارة العدل قالت أنها حققت في الادعاءات وما لقات حتى دليل قوي باش أنها تكمل التحقيق، ولكن الوثائق مازال موجودة والأسئلة كذلك. كاينين حتى إيميلات كتقترح أن ترامب سافر في طائرة إبستين الخاصة على الأقل 8 المرات. ترامب قال علنا أنه عمره ما ركب الطائرة ديالو، ولكن الملفات كتبان أنها كتخالف هذا التصريح. في إيميل آخر إبستين كتب لصحفي وقال أن ترامب كان عارف بوجود البنات، وحتى طلب من ماكسويل أنها توقف اللي كان كيوقع. إلا كان هذا الشيء صحيح كيطرح سؤال صعيب، شنو المعنى ملي شي واحد كيعرف بوقوع حاجة خطيرة وما كيبلغش البوليس؟ وحتى إيلون ماسك كان من أكثر الناس اللي طالبوا بنشر ملفات إبستين، وكان كيأكد دائما أنه ما عندوش علاقة به. قال أن إبستين حاول يقنعه يزور الجزيرة وهو رفض، ولكن الملفات كتقول قصة مختلفة. كاينين إيميلات ما بين ماسك وإبستين وبين ماسك ومساعدة إبستين الشخصية، وفي هذه الإيميلات ماشي إبستين اللي كان كيعرض الزيارة، بل ماسك هو اللي كان كيسول على الوقت المناسب باش يزورو. في واحد الرسالة كتب غادي نكونوا في جزر فيرجين البريطانية في عطلة، واش كاين وقت مناسب نجي؟ ورد عليه إبستين بأي نهار بين 1 و 8 مناسب. ماسك جاوب غالبا النهار الأول، وهذا الشيء غريب حيت ماسك قال علنا أن إبستين هو اللي كان كيضغط عليه يجي. وفي إيميل آخر إبستين سول ماسك شحال من شخص غادي يجي معاه في الهليكوبتر للجزيرة. ماسك جاوب غالبا غير أنا وتولا، وتولا هي الزوجة ديالو في ذاك الوقت. من بعد سوى سؤال صادم، شنو الليلة اللي غادي تكون فيها أجن حفلة في الجزيرة؟ عاود قراها مزيان. الشخص اللي كان كيقول ما عندوش علاقة بإبستين كيسول على أقوى حفلة في الجزيرة في 2012، من بعد ما إبستين كان أصلا مدان بجرائم جنسية. بقى التواصل بيناتهم، إبستين عرض عليه يبقى في الجزيرة، وماسك جاوب أنه باغي يعيش أجواء الحفلات وماشي الهدوء. إبستين حضرو قال لي نسبة البنات للشباب في الجزيرة ممكن تقلق الزوجة ديالو. ماسك رد ب3 كلمات، النسبة ماشي مشكل. حتى بيل غيتس كان عنده علاقة طويلة بإبستين، واعترف باللقاء ديالو عدة مرات رغم أنه حاول يقلل من أهمية العلاقة. في الملفات كان إيميل مقلق كيذكر مرض منقول جنسيا، قيل أن غيتس تصاب به وكيتكلم على طلب مساعدة من إبستين باش يحصل على مضادات حيوية يعطيها للزوجة ديالو ميليندا بدون العلم ديالها. الإيميل كيهضر حتى على أسرار خاصة تبقى بيناتهم فقط، ومشاركة أسرار مع إبستين ما كتعطيش صورة مريحة نهائيا. ميليندا غيتس قالت في مقابلة سنة 2022 أنها ندمات مباشرة من بعد لقاء إبستين،
ووصفاته بتجسيد الشر، ولمحات أن علاقة بيل به كانت سبب في الطلاق ديالهم. الأمير أندرو الدوق يورك هو كذلك من أكثر الأسماء المرتبطة بإبستين منذ سنوات. الاسم ديالو تكرر في وثائق المحاكم وشهادات الضحايا، ودابا حتى الملفات الجديدة ضحايا بزاف قالوا علنا أنه كان حاضر في لقاءات وقع فيها استغلال. الأمير أندرو نفى كل شيء وتراجع من المهام ديالو الملكية سنة 2019 بعد مقابلة تلفزية كارثية اللي دمرت الصورة ديالو العامة، والملفات الجديدة زادت تعقيد الصورة أكثر. واحد الخيط الأكثر إزعاجا في هذه الملفات ما مرتبط حتى بشخص واحد، بل بشنو كان كيدير إبستين في الخفاء ومدى توسع النفوذ ديالو. كاين تبادل إيميلات بين إبستين والمسؤول الحكومي الروسي الاسم ديالو سيرغي بيليكوف اللي هو نائب وزير الاقتصاد، وفي هذه الرسائل إبستين طلب منه خدمة. كيهضر على بنت روسيا من موسكو اللي حسب كلام إبستين كانت كتحاول تبتز مجموعة ديال رجال الأعمال الأقوياء في نيويورك، وقال بأن هذا الشيء خايب للأعمال بالنسبة للجميع اللي متورطين. المسؤول الروسي جاوب وقال غادي يشوف الموضوع، وأضاف أنه غادي يلتقي بالشخص كيعرف هذيك البنت، وطلب من إبستين تفاصيل أكثر عن القضية. جواب إبستين كان مخيف بصراحة، كتب على رجال أقوياء كيستغلوا نساء بحالها. فكر مزيان في هذا المعنى، إبستين ما كانش غير كيدير شبكة التجار بالبشر، بل كان كيسير حاجة كتشبه بزاف لشبكة ابتزاز. كان عنده علاقات مع حكومات أجنبية، وكان كينسق مع مسؤولين في دول أخرى باش يتعاملوا مع نساء ممكن يفضحوا شنو داروا رجال نافذين فيهم. الحكومة الحالية قالت علنا أنه ما كانت حتى شبكة ابتزاز، وأن إبستين كان خدام بوحده وما كاينين حتى متورطين آخرين خاصهم التحقيق. مدير الاف بي اي قالها، ووزير العدل قالها، وكبار المسؤولين كاملين دعموا هذه الرواية، ولكن الإيميلات موجودة وواضحة في ملفات اللي الحكومة نفسها نشراتها. كاين خيط آخر في الملفات صراحة صعيب تهضر عليه، ولكن خاصو يتقال حيت كيبين شحال الموضوع عميق. كاين ايميل من إبستين لشخص مجهول كتب فيه: فين انت؟ واش بخير؟ عجبني فيديو التعذيب، هادشي ماشي مزاح وماشي تعبير مجازي. إبستين كان كيهضر على فيديو تعذيب بطريقة عادية في الإيميل وماشي غير هاد الحالة. في شتنبر 2011 كان كيتبادل رسائل بين إبستين ورجل سميتو توم كري مارولو اللي باين عنده علاقة بعالم الاستثمارات الكبرى. في هاد الرسائل إبستين سول: شنو بغيتي ندير بصاحبتك؟ اسم مارولو تذكر أكثر من 1000 مرة في ملفات إبستين. هادشي ماشي علاقة عابرة، هذا شخص كان غارق بعمق في عالم إبستين. الحكومة قالت ما بقى حتى شي حاجة تتابع قضائيا وأن إبستين كان بوحده، ولكن الإيميلات بحال هادو كيبينوا وجود شبكة مظلمة وكبيرة ديال الناس ماشي غير عارفين شنو وقع بل مشاركين فيه. لسنوات كانت نظريات كتقول أن إبستين ممكن يكون عنده علاقة بالمخابرات الإسرائيلية المعروفة باسم الموساد. هاد النظريات كانت كتدور في الصحافة وبين المحققين، ولكن نادرا ما تأكدت بوثائق رسمية. ملفات إبستين جابت حاجة جديدة شوية، كاين تقرير سميتو CHS يعني مصدر بشري سري. هادشي ماشي تبليغ عادي من مواطن مجهول، بل مصدر خدام مباشرة من الاف بي اي لفترة طويلة. وهذا التقرير كيقول مباشرة أن دونالد ترامب وآلان ديرشوفيتش تم حسب نص التقرير استدراجهم والتأثير عليهم من طرف إسرائيل. دابا خاصنا نوضحوا، تقرير مصدر سري ماشي دليل نهائي، ولكن كذلك ماشي مجرد تخمين. هذه الوثيقة الرسمية جمعها الاف بي اي. من السهل نضيعوا وسط الأسماء ترامب، ماسك، جيتس، الأمير أندرو، لودنيك، وولتش وغيرهم بزاف. هادشي ماشي راجل واحد مع صحابه ولا مجموعة صغيرة ديال الناس خايبين. اللي كتكشفوا ملفات إبستين رغم أنها ناقصة ومخبية بزاف هو شبكة ضخمة فيها بعض من أغنى وأقوى الناس في العالم، وكلهم بطريقة أو بأخرى مرتبطين بعمليات إبستين. بعضهم ممكن يكونوا ضحايا، بعضهم شهود سكتوا، وبعضهم ربما مشاركين فعليا. الملفات ما كتوضحش دائما الفرق، ولكن الروابط موجودة وكتوصل أبعد مما كان الناس متخيلين. ممكن هاد الملفات ما تجيبش محاسبة واسعة وهذا الشيء مؤلم يتقال، ولكن الحاجة الوحيدة المؤكدة هي أنها حيدات الستار. ورات لأول مرة شحال من شخص في القمة ديال السلطة العالمية كان متشابك في هذه القضية، وهما ماشي بحالك وبحالي، والطريقة اللي النظام حماهم بها لعقود خاص كل واحد يفكر فيها مزيان
وحاجه ما كيهضروش عليها الناس بزاف، الملفات اللي خرجت في 30 يناير 2026 ماشي القصه الكامله حتى من قريب ولا من بعيد. المدعيين العامين قالوا في الاصل كاينين حوالي 6 الملايين صفحه ممكن أنها تنشر، ووزارة العدل خرجت تقريبا غير النصف. سياسيين من الحزبيين قالوا أن الملايين الصفحات مازال مخبية، وبعضها ممكن يحمي ناس نافذين، وبعضها فيه معلومات ما بغى حتى واحد في السلطة الشعب يشوفها. القانون اللي فرض نشر الملفات فيه ثغرات كبيرة وما فيه حتى آلية قوية لفرض التنفيذ. يعني نظريا الحكومة تقدر ما تكملش النشر، وما يقدرش الكونغرس يدير شي حاجة كبيرة بلا محاكم. كاينين دعاوي قضائية محتملة لإجبار نشر الباقي، ودابا حتى اليوم مازال كاينين ملفات ما شافهمش العموم، وممكن فيها أسماء تغير كل شيء. وسط المليارديرات والسياسيين وصراع النفوذ ساهل ننسى شكون هاد القصة أصلا عليه. القصة على البنات النساء والنساء اللي تعرضوا للتجار والاستغلال والإسكات. بعضهم كانوا مراهقين، بعضهم هاربين وما عندهم فين يمشيو، بعضهم وعدوهم فلوس كانوا محتاجينها بشدة، وملي حاولوا يهضروا النظام القانوني والمالي ونظام النفوذ سد عليهم الطريق. نشر الملفات كان مؤلم حتى للناجين، حيث بسبب أخطاء الحجب تسربات بعض أسامي الضحايا للعلن، وتعرض بعضهم لمضايقات وتهديدات. محامين كيمثلوا حوالي 300 ناجي وصفوها بأنها واحدة من أسوأ خروقات الخصوصية اللي شافوها. وزارة العدل اضطرت تحيد آلاف الوثائق باش تصلح الأخطاء، والضحايا كان خاصهم معاملة أفضل قبل 20 سنة ودابا كذلك. ودابا وصلنا لهنا، أكثر من 3 مليون صفحة خرجت للعلن، فيها أسماء، إيميلات، سجلات، رحلات واتهامات مرتبطة بأقوى الناس في العالم. بعض الاتهامات خطيرة، بعضها غير مؤكد، وبعضها ربما عمره ما يتثبت، ولكنها مكتوبة في ملفات حكومية رسمية. الأسماء كتشمل مقربين من رئيس الدولة، أغنى رجال العالم، أمير بريطاني، مليارديرات التكنولوجيا، وأشخاص آخرين مازال أساميهم مدفونة في ملايين ديال الصفحات اللي باقي كتراجع. النظام اللي حمى إبسل من صفقة 2008 حتى الموت ديالو في 2019، وحتى طريقة نشر الملفات ماشي مكسور بالصدفة، بل مكسور بطريقة كتخدم الناس اللي فوق بزاف. الملفات متاحة للعموم ويمكن لأي واحد يقراها في justice.gov/Epstein. قارن المعلومات مع مصادر موثوقة وطرح الأسئلة، وما تخليش حتى حد يقول ليك ما كاين والو يتشاف، حيت القصة مازال ما سالاتش. ودابا بغيت نعرف رأيك من بعد كل شيء اللي شفنا، الأسماء، الوثائق والأسئلة بلا أجوبة. واش كتآمن أن الحقيقة كاملة غادي تخرج، ولا كتظن أن الناس اللي في القمة مازال كيلقاو طرق باش يحميو راسهم؟ كتب رأيك في الكومنتيرات. إلا خلاك هذا الفيديو تفكر دير لايك باش يوصل هذا المحتوى لناس كتار، وإلا مازال ما اشتركتيش دير الاشتراك حيت المعلومات الجديدة مازال كتخرج وغادي نبقاو نعطيو كل جديد. شكرا على المشاهدة.